واحد تاجر لاباس عليه في الغاية والنهاية ومتزوج وعنده وليد وبنية. نهار راكب في كرهبة هو ومرته وقع لهم حادث تقلبت بهم الكرهبة ماتوا الاثنين. والوليد والبنية قعدوا يتامى مازالوا صغيرات. أشكون بيهم؟ من اللي والديهم حيين عمتهم هي اللي لاهية بيهم، أخت بوهم، مرأة وسط هجالة قاعدة عند خوها هي اللي لاهية بالأولاد. بوهم وامهم ما يعرفوا معها شيء. حب يقول تقريبا ما تبدل شيء عندهم إلا بوسة من عند بوهم ولا تعنيقة من عند أمهم. أما عمتهم باقي هي اللي لاهية بيهم تربي فيهم، وما تبدل شيء في حياتهم وفي معيشتهم. بوهم خلى شوية رزق، عمتهم هي اللي تصرف عليهم. لكن أجبد ما ترد جبال تتهد، وفات الفلوس باعت الصياغة، هذه حاجة ما تلزمش خرج بيع، هذه حتى ما عاد عندها ما يتباع. ولات المونة مون تقلال، ولا اللحم ما يتشراش، ولا تتقصد في الخبز يا سيدي، ولا تخدم في الديار، وكل يوم بيومه. وفي العشية كيف تخرج من الدار اللي كانت تخدم فيها تفتفك القضيات. لكن الدار اللي ساكنين فيها مش دارهم ملك، المرحوم كان كريهة، ومش برطمانة مدار، دار مستقلة مهمة، دار كابر. الكراء بالعام ما خلصتش العام الأول، ما خلصتش العام الثاني، كملت العام الثالث. جاء سي الملاك قال له شنو تو 3 سنين، وهذا ملاك ويصبر 3 سنين حاجة عجيبة. الصبر هذا ما يكون لصبر أيوب. قالت له زيد مهلني شوية. قال لها عاد عام ما نجمتوش، 2 ما نجمتوش، 3 ما نجمتش، كيفاش مش نجم 4 سنين تخلص؟ ما الحسبة كل عام تزيد تكبر حتى توليك كيف الجبل. قالت له يعمل الله دليل. أي يتعدى عام آخر ما خلصتش الكراء، ما عندهاش منين تجيب. وإذا كان خرجت هي ولا أولاد ما عندهم مشوير، ما عندهاش وين تكري لهم دار أخرى. وهو سي الملاك ولا ماشي عليها شيء، حتى تفضحت الناس. لا الأولاد كانوا ما في علمهم شيء، لكن الصغار ما نظنوهم ما يعرفوا شيء وهم كل شيء يفهموه حلال. مرة يشوفوا الملاك جاء، مرة يسرقوا كلمة، حتى عرفوا الناس شنيا. والراجل ولا حارس ولا يتكلم من 10 وافي ولا يقول اخرجوا من داري. وهاك الوليدات يبداو موقفين وذنيهم يتصنطوا في العرك ومفجوعين خايفين، يسمعوا في عمتهم تقول له وليدات صغار وكيفاش نلوحهم في الشارع. ونهار سمعوه قال لها عندك حتى لاخر الشهر، ولا راني نجيب لك لوسي ويرمي لك حوايجك في الشارع. وقتها الوليدات ضرب عندهم ترك الصيد، كيفاش مش تلوحوا في الشارع، نعودوا نرقدوا في زنقة. الإذاعة التونسية الذاكرة يا ربي كيفاش نعمل؟ قالت له ما هو الناس يطلبوا ربي ويعطيهم كل شيء. قال هي عجبي. قالت له أين يطلبوا ربي؟ قال إياه طلبوا ربي، لكن من غدوك ما جاهم شيء. النهار الثاني الثالث قال أخوه هدي وينه؟ قد ما طلبناه وهاوك لفطن بنا نشد علينا. قالت له علاش ما نبعثلوش جواب؟ شنو جواب؟ ربي مهبولة ولا بعقلك؟ قالت له خليني. وخذات ورقة كاغذ وكتبت جواب
يا ربي احنا ابونا وامنا ماتوا وخلينا يتامى وقايمه بينا عمتنا وقعدنا ما نكسبوا شيء ولا تخدم في الديار باش توكلنا، وكرا الدار اليوم 3 سنين ما خلصتوش، والملاك طردنا ومش يجيب لنا لوسي ويرمينا حوايجنا في الشارع واحنا صغيرات ونقراو في المكتب ومش نموتوا بالشر. اعطينا يا ربي حتى باش نخلصوا كرا الدار. وحطت هاك الجواب هذاك في مصر وكتبت عليه او بون ديو لربي. ومن غوديك هما ماشيين للمكتب ارماتوا في صندوق البوسطه. جاء البوسطاجي بشكارته حل الصندوق، صب الجوابات اللي ثم في الشكاره، رجع للبوسطه كيف ما يعملوا البوسطاجيه الكل، صب هاك الجوابات الكل على طاوله وبداوا يفرزوا هذا البلاد الفلانيه وهذا البلاد الفلانيه هذا البلاد الفلانيه حتى خلط لك الجواب. هذا هو بلاد مبري يلزم اختيار. ومنها جاء ماشي يشوف لما بلاد مبعوث القاه الربي. اجا وشوفوا يا الاولاد قال لهم، جاوا البوسطاجيه الكل كل واحد وكلامه، واحد يقول قطع والاخر يقول ارمي في صندوق الزبله، حتى واحد قال احنا توش مدخلنا في هالنزله هذه. يعطيه الرئيس القسم، اعطاه رئيس القسم حلوا قراه، مشى هز للمدير، المدير قراه عيط لشاوش قال له هز هذا لسيد الوزير تاع البوسطه. وصل الجواب للوزير عمل عليه كيف، قال هذا والله لما نوريه لرئيس الوزراء. في العشية اجتماع في رئاسة الوزارة، مد الجويب للرئيس. بعد الجلسة رئيس الوزراء قراه قعد يخمم، ومنها قال الملكة أحوالها يندرى كيف نية هالأيام، وانت البارح كيف قابلتها لقيتها مش زاهية كيف عادتها، والليلة عندي معاها مقابلة تهتنا هزولها شباب ثماشي ما تعمل لي ضحكة. وفي الليل كيف قابل الملكة بعد ما تفاهموا في أمور الدولة قال لها تفضل. شو هذا؟ قال لها جواب اخذاته، قالت هذا هو موجود مبعوث الرب. الإذاعة التونسية قالت يقرأ الذاكرة الحية. حلت الجواب قراته، قالت مسيكنات هو اللي يموتوا ابوه وامه يجروا هكا. وضربت الناقوس قالت عيطوا لي الوكيل. جاء الوكيل وكيل املاك الدوله وهو اللي مكلف بمصاريفها الكل وبمدخولها ومخروجها. جاء قالت اخوها الجواب هذا، هالطفله وهالولد هاو كالديسه نتاعهم اشري لهم فيلا نحبها مهمه وفي حومه من حوم لكابر تاع لندرا، وأسسها بالموبيليا وبكل ما يلزم، ويكون فيها جراج وشيلهم كهرباء من الماركة الفلانية، وأعمل لهم ماكيت وكيت شهرية، وعمتهم شهريتها وحدها وزيد علقلها نشاء. ومن غدوك وكيل الملكة مشى افجحهم بهاك الخبر هذاك، ولاو في الرفاهية ولاباس عليهم، واللي يطلب ربي والطلبة في غير ربي فضيحة. ما يرمي لكش كل صباح خبزة وصمصومة تمر، ما يرمي لكش كيس 500 محبوب ولا تلقسطوش، ما يسخر لك واحد من عباده ويجيك الخير على يده وما يندمش عليك.